اهلا بكم في قناة ماسورة افلام. يعني هندي تلاقي، كوري تلاقي، اجنبي تلاقي، اسباني تلاقي. فما تنساش اللايك والشير، ويلا بينا على القصة. تبدأ قصتنا بشاب اسمه جوجي، وبينتمي لجماعة اسمها جماعة السيخ في الهند، بس للأسف مش عارفين ايه نوع السيخ، 3 لينيا ولا 4 لينيا، دعابة. ووالده كمان شغال إمام وخطيب في معبد من معابدهم، ولأن والده راجل كبير في السن فخده عشان يوصله الشغل. وفي نفس الوقت يتذاع خبر في الراديو إن رئيسة الوزراء في نيودلهي اتقتلت على يد الحرس بتوعها، واللي هم أساسا تابعين لمجتمع السيخ. وأول ما ركب جوجي الأتوبيس اتفاجئ إن كل الركاب عمالين يبصوا له ويتلم عليه كلهم ويضربوه يقولوا له انزل من هنا يا إرهابي، وهو نفسه مش فاهم هو بينضرب ليه، وهم نازلين في ضرب يقولوا انت قتلت أمنا، وهو بيقول لهم أمكم مين يا عم انت؟ ده انا حتى عمري ما سمعت عنها في طبق اليوم. وجوز اخته كمان يوصل الشغل فيدخلوا عليه ويضربوه وغرقوه كمان بالبنزين وقفلوا عليه المحل ويولعوا في المحل وهو جوه. وبدات الفوضى والحرائق تنتشر في كل مكان في المدينه، في بيت او محل اي شخص ينتمي لجماعه السيخ، واللي بيمسكوه منهم بيسيحوه بيحطوه في الصبه. فجوجي اول ما شاف المنظر اتفزع، ولما شافهم جايين عليه فخد ابوه طلع يجري. وفي نفس الوقت الشاب اللي بيجري معاه انضرب بالنار، فقال لابوه روح انت يا حاج، وخد الشاب ده معاه عشان ينقذه ويعالجه، بس ما لحقش ينقذه ومات. وهجوم وراه تاني برضه عشان يموتوه، فطلع بسرعه يجري على بيته عشان يلحق اهله، بس ما لقاش حد في البيت خالص. وهو خارج من البيت سمع صوت اطفال بتعيط، فلقى جارتهم بتحلق لابنها شعرها، وقالت له هي خايفه انفد بجلدك، اي سيخي بيمسكوه بيسيحوه. طب وانت قاعده يا حزينه بتنيلي ايه؟ ما تقوم انت كمان تجري. اما هو فبيطلع بسرعه على بيت اخته هير، فلقى اهله كلهم عندها، وعرف منهم ان جوز اخته مات. وده تكبال رئيس قسم شرطه جاهل، بس بقى في مكانه بسبب الواسطه والمعارف، وجايب اكل للمساجين عشان يعلفهم، عشان يطلعهم ويقتلوا اي حد من جماعه السيخ. ومش بس كده، ده هيدوم كمان مكافآت على كل واحد يقتلوه. وامر الضباط كمان عشان يوفر لهم كل الامدادات اللي محتاجينها عشان يخربوا صح زي ما الكتاب بيقول. وامر الضباط لو اي سيخ طلب منهم المساعده ما يساعدوهوش. بس الضابط شوتالا ما كانش عاجبه الكلام ده، وقال المجرمين اللي خرجوا دلوقتي خطر جدا، فقال له انت تنفذ الكلام وما تتدخلش غير في شغلك. وادالهم كمان قائمه بالاسماء المطلوب قتلها. فشوتالا لقى ان جوجي اول الاسماء المطلوبه في حي رقم 6، ولانه صاحبه وعشره عمره فطلع جري على بيته عشان يدور عليه. ولما ما لقاهوش طلع على بيت اخته، وحتى برضه لما راح له عند اخته ما لقاهوش، وده لانهم كانوا اتلموا كلهم واستخبوا في المعبد. فشك انه في المعبد فراح له عشان يحذره، وقال له ان دي كلها هتتحرق، فتعالى معايا بسرعه انت وعيلتك وانا ههربك في عربيتي. وعرفه انه على راس القائمه المطلوبه للقتل. بس جوجي رفض يتخلى عن جيرانه والناس اللي مستخبيه معاه في المعبد، فقال له انا كمان مش هتخلى عنك ولا عنهم، انا هاخدهم كلهم. واول حاجه عملها حلق شعر راسه واللي بتمثل عقيدته، عشان لما حد يشوفه ما يعرفش انه سيخي ويقتله. بتعيط عليه بس يا جوجي، ده الشعر لو كان عزيز يا اخويا ما كانش طلع في وبعدها راحوا لواحد اسمه كريم عشان يساعدهم، واللي ادالهم الشاحنه بتاعته كمان وجهزها لهم، وقسم لهم الشاحنه كمان نصين، نص هيكون في البضاعه والاسلحه للتمويه، والنص التاني هيستخبوا فيه. ولان العدد كبير جدا فقسموهم لمرتين، والمره الاولى هيركب فيها الاطفال وكبار السن، وبعدها يحملوا البضائع اللي هتكون التمويه. وشوتالا قال له تمشي ورايا لان مفيش حد بيفتش عربيه شرطه، ولان العربيه ما فيهاش بنزين كفايه. فكريم قال له فولها في اول محطه هتقابلك. ولما دخلوا المحطه يفولوا العربيه ما لقوش بنزين في المحطه، وده لان تكبال نفض المحطات عشان يسخر البنزين كله للبلطجيه عشان تولع في البلد. ولانه جوجي اقترح على شوتالا ان هو يفول من المستودع الرئيسي، فقال له يا ابني لو رحنا هناك هيسيحونا، لان المستودع كبير وكله بلطجيه وكلهم تابعين لتكبال، ولان ما عندهمش خيار تاني فاضطروا يروحوا. ولما وصلوا المستودع واحده طلبت منه علبه لبن لان ابنها رضيع وجعان، وهناك شافوا المكان اللي مليان بلطجيه والتجهيزات اللي بيعملوها كأن في حرب هتقوم، فبداوا يتعاملوا بحرص لان اي غلطه منهم هتموتهم كلهم. وراح شوتالا الرئيس البلطجيه هناك وطلب منه البنزين، وطلب جوجي كمان منهم اللبن، بس قبل ما يديلهم اي حاجه كلم تكبال عشان يتاكد اذا كان ظابط ولا بيضحكوا عليهم، عشان نكتشف وقتها ان تكبال طلع خرونق يا اولاد، لانه كان عمال يذاكر لبنته اللي مش فاهمه اي حاجه اساسا. لا وكمان عمال يضفر لها شعرها، واضح ان تكبال بيتلاسوا على القفا في البيت. ولما كلمه البلطجي قال له اديله اللي هو عايزه، ده راجل من رجالتنا. وطلب كمان ان هو يكلمه، وقال لشوتالا انه اتخنق منه لان لحد دلوقتي ما قتلش اي حد من الاسماء اللي قال له عليها، وقال له مش عايز النهار يطلع عليهم الا لما اكون مخلص على الاسماء كلها، وما يعرفش اساسا ان شوتالا بيساعدهم. وادوا لجوجو كمان اللبن اللي هو عايزه، فبسرعه خد اللبن منه واداه لهم في العربيه. والغريبه ان بعد شويه رجع له تاني وقال له عايزه العبوه الفارغه، فجوجو اتوتر لانها مش معاه، ولان الناس اللي جوه سمعته فرموا الازازه بسرعه، فلمح الازازه بتتحرك على الارض بالرغم انها اساسا ما كانتش موجوده. فشك فيهم انهم بيعملوا حاجه غريبه، فركبوا عربياتهم بسرعه وخرجوا من المكان قبل ما يتكشفوا. بس قبل ما يخرجوا من المستودع في ضابط اسمه لالي، وقال له ان دي كلها هتولع ما عدا حاره رقم 6 مش هتولع، وده لان شوتالا نفسه بيحميهم. وعشان كده وهم خارجين وقفوهم على البوابه وقالوا ان تكبال عايزك تكلمه تاني. فرجع له هو مرعوب لانه شك ان هم اتكشفوا. ولما تكبال كلمه قال له عايزك تسوي لي حاره رقم 6 بالارض، وده لان الحاره لوحدها بس فيها 100 سيخي، وعايزك تعمل الكلام ده قبل الفجر، وده لان الجيش هينزل وهيسيطر على المدينه كلها، فعاوز الجيش ينزل والحاره دي مش موجوده اساسا. وشوتالا بيسمع الكلام وهو مصدوم لانه اتاكد انه اتكشف. ولما طلعوا من المستودع قال له جوجو لازم نولع في الحاره كلها، فتعصب عليه واتهمه انه شغال تبع تكبال.
فشتالة قال له لو انا ما عملتش كده تقبال هيشك فيا وهيعرف فعلا اني بساعدكم. بس والده هداه وقال له ان شتالة معاه حق وان هم لازم يولعوا في البيوت كلها. وبالفعل رجعوا الحي عشان يولعوا فيه، بس قبل ما يولعوا جابوا كل الجثث اللي اتحرقت قبل كده في الحارات التانية وحتى اللي موجودين في العربيات او في الطرق، وبدا يدخلوها جوه البيوت. وبعدها ولعوا في كل البيوت اللي في الحي عشان يثبت للقاده بتوعه انه ولع في الحي وان كان في سكان جوه ماتوا جوه محروقين. وبعد ما ولعوا في الحي كله ورجعوا تاني عشان يهربوا فقابلتهم نقطه تفتيش على الطريق وخلاهم ينزلوا كل الحاجه اللي في العربيه لحد ما اكتشفوا ان هم بيهربوا ناس، ولان الشتالة هيتفضح امره وهيضيع مستقبله فكان لازم يتخلص منهم ويهرب. فضربوهم وهربوا بسرعه، ومن سوء حظهم ان كان لسه في واحد عايش وبلغ اسم الشرطه باللي حصل وان في ضابط شرطه اتعدى عليهم وكان بيهرب كمان سيخ وادالهم كمان رقم العربيه. وطبعا لالي ما صدق، اول ما عرف طلع بسرعه على تقبال عشان يقول له، فقال له تجيبوا لي بكره. وطلع النهار عليهم لما وصلوا بامان لمدينه نيباليه على حدود الهند واللي رحبت بهم جدا. وبعد ما وصلوا الدفعه الاولى بامان رجعوا عشان ياخدوا الدفعه الثانيه، بس قبل ما ياخدوها راح لتقبال وهناك قابل الضباط اللي بتديله التقارير وقال له انه ولع في الحاره كلها. فتقبال ضحك وقال له ازاي تولع في الحاره كلها وما نلاقيش الا 3 جثث؟ فالظابط لالي قال له ده كمان الجثث اللي موجوده في البيوت دي مش تبع حاره رقم 6، ده من حاره رقم 22. فتقبال اتصدم وتاكد فعلا ان هو بيساعد السيخ وقال لشتالة انت ما تعرفش انا تعبت قد ايه لحد ما وصلت اللي انا فيه دلوقتي، فمش هتيجي بسهوله تضيع كل اللي انا تعبت فيه. وسيبك بقى من كل الاسماء اللي اديتها لك دي، انا ما يلزمنيش الا جثه جوجي والا انا اللي هولع لك في بيتك بنفسي. ولما خرج لالي وراه عشان يهدده بانه عارف رقم العربيه اللي بيهربوا فيها الناس فقالوا لو قربت لجوجي او لاهله انا اللي هقتلك بنفسي. ولما رجع لجوجي قال له ان لالي عرف رقم العربيه وانهم مش هيقدروا يهربوا الناس فيها لانه كمان بقى محاصر المكان كله، ولانهم الاثنين اعصابهم مشدوده فشدوا مع بعض. وسابه ورجع لتقبال تاني وقال له على المكان المستخبيين في كل السيخ اللي من حاره 6 لانه فاهم اللي فيه وبقى خايف على عيلته. وقال له بس انا مش هقدر اهاجمهم لوحدي ومحتاج كل رجالتك اللي موجوده حوالين الحاره. وخدوا كل قواتهم والبلطجيه بتوعهم معاهم عشان يروحوا يقبضوا عليهم. بس المفاجاه بقى لما راحوا هناك لقوا كل اغراضهم الشخصيه موجوده بس مفيش ولا واحد منهم، وده لان شتالة ضحك عليهم وجمع القوات كلها في مكان واحد. وقتها هم هربوا لبيت كليم. ولما راح جوجي مع كريم عشان يجيبوا لهم اكل فلالي عرف ان العربيه اللي هم كانوا بيهربوا فيها تبع كليم وعشان كده راح له البيت عشان يتاكد. وهناك قابل مراته وشم ريحه اكل وخد باله انها عامله اكل كتير. ولما طلب منها انه يشرب ادت له الميه بسرعه قبل ما يدخل المطبخ لان كريم وجوجي كانوا مستخبيين في المطبخ، وطلع من عندها وهو متاكد ان كريم مخبيهم وعشان كده جهز القوات وراح لهم بسرعه في نفس المكان اللي رايحه كريم وجوجي. بس جوجي وصل قبله وهربهم، ولما شافهم بيهربوا فطاردهم وبعد جري كتير ومطاردات كتير ليهم قدر يتمكن منهم في مخزن. واول ما بدا بجوجي وعايز يقتله وطلع ان في طار قديم بينهم، وده لان من 3 سنين وايام ما كان جوجي في الجامعه كانت اخت لالي زميلته في الجامعه وكانت بتحبه ومجنونه بيه، وكان جوجو طول الوقت رافضها لانها اخت صاحبه فمش عايز يخون ثقه صاحبه فيه. ففضلت تقرب منه وتشغله لحد ما حصل بينهم المحظور، وفضلت العلاقه مستمره بينهم لحد ما خلصوا الجامعه. واول ما استلم وظيفته قال لها خلاص هكلم لالي وهتقدم له عشان اتجوزك ونصلح الغلط. بس للاسف فرحتهم ما كملتش وحبيبته ماتت، وده لانها كانت حملت ولالي عرف وعشان كده ضربها كتير وهنا لانها مرمطت شرفه. وعشان يحافظ على شرفه فقال لها هجوزك واحد تاني، ولانها بتحب جوجو فرفضت وترجته كتير انه يسامحهم ويوافق على جوازهم. ولما اصروا انه يجوزها واحد تاني فانتحرت، وعشان كده من وقتها لالي شايلها له، وده لانه كان بيعتبر اخوه كان بيثق فيه ثقه عمياء. ولما جوجو حاول يفهمه اللي حصل ما سمعلوش طبعا لان اخته ماتت وكمان سمعته اتمرمطت، وكل اللي كان مسيطر عليه هو الغضب وقال له مش هسيبك الا لما اقتلك واخد حق اختي. فجوجو قال له انت السبب في كل اللي حصل لها لانك لو كنت وافقت على جوازنا ما كانش كل ده حصل، وياما كتير حاولت ابعدها عني لان عارف ان انت برضه مش هتفهم علاقتنا، بس دايما كانت بتقول لي حب ليك هيتفوق على كل حاجه. وبالفعل هو ده اللي حصل، ان الحب تفوق على الصداقه، وانا عمري في حياتي ما خنت ثقتك فيا ابدا، وكانت دايما سمعتك عندي اهم من حبها. ولو انت حزين على موت اختك فانا حزين على حبيبتي وابني اللي ما شفتوش، وفي النهايه انت اساسا ما فهمتش اختك هتفهمني انا، ولو قتلك ليا هيريحك فقتلني دلوقتي حالا. بس ارجوك انقذ الابرياء اللي منهمش اي ذنب في اللي بيحصل ده. فلالي قعد يعيط وسابهم وخرج وهو بيعيط، ولان لسه اسم الشرطه كله بيدور عليهم فقرروا ان هم يستخبوا في مكان محدش يقدر يوصل لهم فيه ابدا، والمكان ده هو السجن نفسه، وده لان البلطجيه كلهم بره والسجون كلها فاضيه. ودخلهم شتال من المدخل السري للسجن، ولما دخلهم السجن كلهم واطمن عليهم رجع هو وشتال عشان ياخدوا زميلهم اللي اتصابوا وهم بيجروا اثناء ما كان بيطاردهم لالي. ولما رجعوا قعدوا يدوروا عليه في المكان كله لانه كان متأيد، واول ما وصلوا عنده لقوا البلطجيه مستنيينهم فضربوهم الاثنين وخدوهم لتقبال قدام اسم الشرطه. وتقبال قال لجوجي احميك انت وعيلتك، بس قول لي انت مخبي السيخ فين، وما يعرفش اساسا ان هم مستخبين عنده في السجن، ولان جوجي رفض يقول له فضرب الراجل اللي كان مصاب معاهم عشان يهدده ويخليه يتكلم. بس للاسف جوجي اعصابه فلتت ونزل فيه ضرب، فتقبال اتجنن وضربه بالنار. ووقتها اخته واهله كلهم كانوا قاعدين في السجن ومتابعين الموقف، واول ما شافته فصرخت على اخرها. ووقتها تقبال عرف انه كان مخبيهم اساسا في السجن، وبعت رجالته والبلطجيه لهم في السجن عشان يولعوا فيهم هم احياء.
وراح لجوجو قال له انا مش راجل وحش، بس المنصب اللي بحلم بيه سلطته كبيره قوي. فجوجو تف في وشه ودخل عليهم البلطجيه في السجن ولمهم كلهم في سجن واحد، وبدا يرش البنزين عليهم عشان يولعوا فيهم. بس وصل الجيش في اللحظه الحاسمه وطفى النار وقبض على كل البلطجيه، واللي انقذهم في النهايه هو نفس الشخص اللي كان مدوخهم، هو نفسه لالي، لانه بعت الجيش للقسم وقال له على اللي حصل. واول ما جوجو شاف اخته قدامه واهله خارجين من السجن ففرح واطمن، بس للاسف بعدها مات. ويتلم حواليه كلهم هما بيعيطوا عليه لان هو اللي ضحى بحياته عشانهم. وبكده تخلص قصتنا. اتمنى لو عجبتكم ما تنسوش اللايك. سلام.